سادتي، الكثيرون الآن يطالبون برحيل عزيز أخنوش، ولكنهم لا يفهمون تقليب الأمور شمالا ويمينا لتحديد العواقب. فما هي هذه العواقب؟ أولا، سيتمخض عن ذلك انتخابات سابقة لأولها وعودة الوجوه الكالحة بأقنعة ومسوح جديدة. ثانيا، الحكومة الحالية حقيقة على بعد أشهر لتصبح مجرد حكومة تصريف أعمال. الصح هو استمرار الحكومة ومحاسبتها على الوعود التي قطعتها عن نفسها، وطرح بديل حقيقي. وسؤال حقيقي هو: هل تم تنفيذ ما وعدت به؟ هل صفقاتها مشروعة وبعيدة عن تضارب المصالح؟ فاستبعاد حكومة أخنوش يجعل المسافة بعيدة عن التنفيذ وبعيدة عن المحاسبة، وسنظل نردد لازمة الحياني: وأنت بعيدة، وأنت بعيدة بعيدة. لمن يا حكومة، لمن يا حكومة، لمن سأغني، لمن سأغني، لمن سأغني.